كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي يا حلوين. رمضان كريم عليكم يا حلوين. يلا نعمل طبق الفول للسحور، أحلى طبق فول من أكلات سهام. يلا يا تيتا ولعي البابور، يلا يا تيتا حضري السحور، يلا يا تيتا نعمل الفول، يلا نجرب الفول من أكلات سهام. يلا يا حلوين نشوف مقاديرنا مع بعض ونشوف الفول الجميل. يلا يا حبايبي كل سنة وانتوا طيبين. نشوف مقادير طبق الفول الجميل بتاعنا. عندنا هنا ده نص كيلو فول، انا نقعاه ومنقيه الاول ونقعاه وتنقعيه حوالي 4 ساعات. ما تطوليش عليه في النقع عشان خاطر ما يعملش القشره بتاعته ويفصل، ويكون معاكي الفول كده عباره لما تسلقيه يكون كله قشر. يبقى عندي الفول، عندي معلقتين من الفول المدشوش او فول البصاره، تغسليها طبعا وتجهزيها، وعندي معلقتين من العدس، وعندي هنا بشر طماطمايه، وعندي دول 4 فصوص توم عشان صغيرين، عندك كبير حطي فصين بس. عندي معلقه من الكركم، معلقه من البابريكا المدخنه بتخلي لونه تحفه وجميل. طيب عايزين الفول بتاعنا نشوفه بنفس الجمال والحلاوه اللي احنا شفناه ده. عندك قدره، عندك حله، عندك اي حاجه هتسوي فيها، فهتنزلي بالفول بتاعك فيها كده. هتحطوا كل كميه الفول طبعا على قد الحاجه اللي عندك كده. هتنزلي بكل كميه الفول اهو، وبعد كده هتنزلي عليه بالعدس، وبعد كده هتنزلي بالفول المدشوش بتاعك كده. طبعا انا غاسله كل الحاجه بتاعتي بالطماطمايه والثوم. في ناس بتحب تحط بصل، براحتها خالص، كل واحد الاكل ده مذاق يعني. عندي هنا البابريكا والكركم هنضيفهم برضو على الفول. البابريكا المدخنه دي بتدي للفول طعم جميل جدا جدا وبتخلي لونه جميل. وبعد كده ما ينفعش طبعا، احنا الحاجات دي كلها لازم نضيف عليها ميه سخنه تكون مغليه. ما ينفعش تحطي ميه بارده وتحطيها على النار، ميه سخنه بتخليه يغلي معاكي بسرعه وما يسودش معاكي. عندك التركايه الجميله دي، الليمونه دي طبعا تغسليها وتشيلي منها البذر ده عشان ما يمررش معاكي، لازم تشيلي البذر منها كده. عندي الليمونه بحالها يا حبايبي، عصره بسيطه بس كده، وهننزل بالليمونه بحالها، ولا هيمرر ولا هيحصل له اي حاجه، ومش هتخليه الليمونه يسود معاكي. طبعا زي ما قلنا لازم ميه سخنه تكون مغليه عشان خاطر الفول ما يسودش معاكي، ما ينفعش تحطي ميه بارده. وعندي ميه مغليه كده، بسم الله، وننزل وما تملهاش على الاخر عشان ما تفرش معاكي وتبهدلك البوتاجاز. وطبعا انت كل شويه هتراقبيها وتتابعيها وتشوفيها كده اهو بنفس الجمال والحلاوه. نقلب بس كده، شايفين لونه ما شاء الله ما شاء الله، ولسه ولا استوى ولا اي حاجه خالص. نقلبه كده عشان كل المقادير تتدخل مع بعضها كده اهو. وهنحطه على النار يغلي، وبعد كده اول ما يغلي نحطه على نار هاديه جدا جدا شمعه. ودلوقتي برضو هنتابع مع بعض كده حبايب قلبي. انا خليته يغلي عليت له النار، وبعد كده اول ما بدأ يغلي تحطيه كده على نار شمعة وتسيبيه بقى يغلي براحته. ممكن تهدي كمان عن كده، تسيبيه يغلي براحته خالص. انا هنهدي النار سنه كمان كده وتسيبيه بقى يغلي براحته خالص، ياخد معاكي ساعتين كده يستوي على الهادي، بيبقى طعمه جميل جدا. وكمان ما تمليش الميه على الاخر عشان ما تفرش معاكي، وتغطيه كده. شايفين لونه ما شاء الله لونه، واول ما بيغلي كده ريحته بتطلع جميله جميله. وداعا للشراء الفول من بره في شهر رمضان، نشتري الحاجه كده، نشتري الفول ونعمله في البيت يطلع معانا جميل وكمان بيوفر معانا. فانا هنسيبه يا حبايبي كده يستوي. ولو محتاج ميه تضيفي له ميه، لازم تضيفي ميه مغليه. ماشي، هنغطي عليه كده ونسيبه لما يستوي ونوريكم. هو دلوقتي على نار شمعة، النار اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي كده حبايب قلبي. شايفين النار هاديه جدا جدا. ولو عندك سخان اللي بالكهرباء ناره اهدى تحطي عليها كده. هنكمل السوا ونرجع لكم تاني. حابه اوريكم شكل الفول يا حبايب قلبي اهو. هو بيغلي، كل ما يغلي على نار هاديه بيكون السوا بتاعه جميل وبيكون طعمه تحفه وروعه. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما تنسونوش في اللايك والشير يا حبايب قلبي عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد، وكلنا نعمل وناكل في بيتنا، ما نقولش الحاجه غاليه، وتاكلوا لما تشبعوا يا حبايب قلبي اهو. كده هنخليه يكمل السوا بتاعه وبعد كده نوريكم الشكل النهائي بقى. حبايب قلبي لسه اهو منزلاه من على النار بيغلي واستوى كده وبقى تمام قوي قوي.
هنوريكم بقى حبايه الفول بتاعتي المستويه الجميله كده يا حبايب قلبي. حبايه الفول معايا مستويه وجميله، شايفين ما شاء الله عليها تحفه، وريحته ما شاء الله قلب المكان، وشايفين لونه جميل ازاي. ادي الحبايه بتاعتي مستويه، طبعا هو لسه سخن على ايديا اهو، اهي شايفين مستويه جدا جدا. ادي الفول وجماله، شايفين الفول اهو ما شاء الله على لونه، ولا ماده اضافيه ولا حاجه تربط معايا القوام بتاعه ولا اي حاجه. حابه تخليه لونه يعني غامق عن كده، ضيفي له معلقه صلصه قبل ما يستوي، بس تغلي دقيقتين 3 كده معاه وخلاص. بس انا بيعجبني لونه الجميل ده. شايفين ما شاء الله احلى طبق فول، وريحته قلب المكان روعه روعه روعه. وادي الليمونه اهي معايا، ولا تمرر معايا الطبق الفول ولا اي حاجه. ادي طبق الفول بتاعي، حضره كده للسحور يكون جاهز عندي. تشيليه بقى في الفريزر، تكيسيه وتشيليه، وقت ما قبل السحور تطلعيه كده يبقى جميل معاكي. عندي هنا طبق الفول، ممكن نضيف عليه شويه دقه كده. الدقه دي عباره عن ايه اهي، هنوريكم شكلها. عباره عن توم وفلفل الوان، حبه ملح حبه كمون. تعمليها كده في المطحنه وتدقيها تبقى جميله معاكي، تضيفيها على الفول كده تكون موجوده عندك. حاجه كده روعه وجميله جدا جدا، هتخلي لك طبق الفول بتاعك جميل. هننزل بالدقه كده، بعد كده شويه من الطحينه الجميله تحلي لي طبق الفول بتاعي. تنزلي عليه بالطحينه كده، جميل جدا جدا جدا، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. بعد كده الزيت بتوعك الجمال اهو. ايه رايكم في طبق الفول الجميل ده؟ لايك وشير كده عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد يا حبايب قلبي. جربوه كده يا حبايبي وان شاء الله هيعجبكم، وبالف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.